طارق رويشد، دارس إلكترونيات صناعية في جامعة البوليتكنيك، دارس كهرباء في مدرسة الصناعية الخليل. الفلاشة انصنعت لنقل البيانات للحاسوب وتخزين البيانات. فأنا استخدمت الفلاشة عكس مبدأ عملها، إني أستخدمها كمفتاح يستخدم لفتح الأبواب بشكل عام، اللي هو باب المنزلي وباب السيارة. ومن ناحية أمن، من ناحية أمان، ومن ناحية إلكترونية. كل باب له خرائط إلكترونية بيتم توصيلها يعني مع الباب الخاص فيه. كل فلاشة بتختلف عن فلاشة أخرى. لو جبت أنت فلاشة عادية استخدمتها تفتح الباب، مش راح يفتح معك الباب، وممكن يؤدي إلى حرق الآي سيات الداخل الفلاشة اللي أنت جايب. اجتني وأنا موجود في المكتب اللي هي الفكرة، وتم تطويرها لأنه أستخدم الفلاشة لفتح الأبواب والعمل عليها. وضليت يعني استخدمت أكثر من فلاشة، مش واحدة، أكثر من عدة فلاشات عبين ما نجحت معي آخر محاولة. يعني في حال تم انقطاع الكهرباء في نظام اسمه نظام تخزين، بيتم يعني ربطه مع البوابة. في حال لما تنقطع الكهرباء بيشتغل نظام التخزين، بيشتغل وبيتم فتح الباب. في حال تم إضاعة فلاشة، مثلا اجى واحد قال لي ضاعت فلاشتي، بكون عندي أنا ملفات مرقمة لكل فلاشة، والرسائل والخرائط تاعت الفلاشة مرسومة عندي. برسم له، بجيب فلاشة وبشتغل عليها بناء على الرقم الكود يعني للشخص هذا، وبعطيه فلاشة بدالها. التجربة اجت من باب المنزل، وتم تطبيقها على نظام السيارة. يعني فكرت انا اني ازيد الامور، وبدل ما استخدم الفلاش لباب الدار فقط، اني استخدمها للسيارة في فتح ابواب السيارة. استخدمت دخلت على نظام الابواب والاغلاق اللي هي الانظمة الموجودة في السيارة العادية، وتم يعني عملت اضافة توصيلات واضافة دوائر الكترونية على اساس انه النظام هذا يمشي مع نظام الابواب والاغلاق. ومن شروط السيارة انه يكون عليها نظام تسكير ابواب كهربائي. النظام يعني بعد التجربة والعمل اللي طبقته انا على السيارة، الحماية للابواب باستخدام مفتاح اللي هو الفلاشة الميموري. وبامكانك انت مش يعني تختار اي مكان، لأن الفلاش نفسها مش شرط من الباب، ممكن أفتح لك إياها من أي موقع في السيارة أنت بتحدده وبتختاره. وجاتني بعض مشاكل يعني زي الدمج، إنه تدمج نظام مع نظام مش بالهين إنك تدمج يعني نظام الإغلاق مع تدمج على نظام الفلاشة والتوصيلات. يعني بده كان شوية يعني أمور وشغل زيادة عن الأمور، ويعني ما إجاش الشغلة بيوم أو يومين. يعني على نفس السيارة اليوم بتتبع يعني اني احمي السيارة في التشغيل، يعني مش بس بالابواب، يعني انه نفس الفلاشة اني اصير اشغل السيارة عليها. فهمت كيف قصدي؟ يعني نفس المفتاح هذا، يعني هلا انا معي اليوم مفتاح اللي هو الفلاشة، مفتاح هذا. هلا انا لا لقدام بفكر الغي هذا ويصير بس على هذا التشغيل السيارة. هذا بيعمل حماية للسيارة من السرقة والأنظمة الموجودة في السوق، اللي هو يعني الحرامية أغلبها دارسينها وعارفين شو الأنظمة. بس هذا نظام الساعة ما نزل على السوق ولا موجود في السوق، فالحرامي بيعتبره يعني معقد. ليش؟ لأنه أول مرة بشوف.